عمك النادي الاهلي وعم فرق الدوري المصري كلها وعم فرق افريقيا كلها في الصداره عن جداره. الاهلي في صداره الدوري. واحد يقول لي يا عم ده الاهلي في صداره الدوري من ساعه ماتش الاتحاد، انت جاي تتكلم دلوقتي؟ هقول لك، ما انا هقول لك اهو. هقول لك انا مش جاي اتكلم عن إن الاهلي في الصداره، لكن الاهلي في صداره الدوري 21 نقطه. فينك يا زملكاوي اللي كنت بتقول اصل متصدر؟ لا تكلمني، اصل الاهلي بينافس على الهبوط، اصل الاهلي بينافس على الهبوط مع الاسماعيلي. مش الاهلي هيعمل زي الاسماعيلي؟ مين فينا يالا اللي هيعمل زي الاسماعيلي؟ يالا يا كتيان يا كحيان اللي معاك 3 جنيه ونص في جيبك مقاويين قلبك. مين فينا اللي معهوش فلوس عشان مين فينا اللي معهوش فلوس عشان يهبط؟ يالا يا كتيان، يالا اللي ما معكش الا 3 جنيه ونص مقاويين قلبك. يالا مين يالا اللي هيهبط ومين اللي اصل متصدر؟ لا تكلمني. انت مين يا ابني؟ يا ابني انا جدول الدوري ده، اي دوري في العالم ما باخدش بالترتيب الا بعد 10 جولات كده، عشان ابتدي فعلا ارتب الفرق بقى. كل فريق بيبقى في مركزه الطبيعي بقى وفي مركزه الاساسي. لكن اول 5 جولات و3 جولات والكلام ده كله انا ما باخدش بالترتيب ده يا حبيبي. ده ترتيب عيال صغيره بقى. ده ترتيب العيال اللي بتبقى بنفسها تشم الصداره وبتتصدر جولتين 3 وبتريح بعد 5 6 7 10 جولات. انما انا يا باشا كنادي اهلي، كنادي كبير، كنادي على طول في اخر الدوري باخد بالترتيب، في نص الدوري باخد بالترتيب، في اخر الدوري باخد الدوري. انا كنادي اهلي انا يا باشا ما باخدش الترتيب الا بعد 10 جولات. ليه بقى؟ ببقى برجع بقى المركز الطبيعي، بطلع المركز الاول. كل كلب فريق كلب مكانه بيرجع المركز اللي هو بتاعه كل سنه، التالت والرابع، وبينافس على الكونفدراليه وبيروح يلاعب بقى هناك دي كده الصومالي اللي بيربوا خرفان هناك اكتر ما بيلعبوا كوره، وبيروح يلاعب بقى ايه اسمه مسلم وام فاطمه. ما انتوا رايحين تلعبوا امهات في ايه القرف ده؟ اصل متصدر لا تكلمني. ريح يالا وغطيها، يالا ريح وغطيها يا حبيبي عشان الجو برد، الجو ساعة هتستهوى. اصل الاهلي بينافس على الهبوط، اصل الاهلي هيهبط زي الاسماعيلي، اصل. طب انا اقول لك ايه دلوقتي؟ يعني انا اقول لك ايه؟ اقول لك انا نازل ادور على ترتيب الاهلي؟ يعني اخرج دلوقتي انزل السلم او اركب اسانسير واقول لك انا نازل اشوف ترتيب الزمالك؟ ما انا ما اعرفش اعمل معاك ايه. يعني احفل زي ما انت كنت بتحفل وهينك، ولا اعمل معاك إيه؟ انا لحد دلوقتي ما فيش انا لحد دلوقتي ما حفلتش. يلا لحد دلوقتي ما حفلتش. اي واحد هيستفزني الاقي زملكاوي بيستفزني، او هلاقي اي واحد زملكاوي كاتب كومنت على اي فيديو في السوشيال ميديا، انا هطلع اهين الزمالك باللي فيه، هطلع حفل تحفيل للركب.